بوم دي everybody، صباح الخير باللغة البرتغالية. العاصمة الثانية لشبونة. الآن أنا في البرتغال وراي البحر وشويتين وبروح على الداون تاون ونوريكم إيش الاختلاف بالمجر والبرتغال ومدريد، ولسه في دول أكثر. شوفوا كيف المكان هنا، البحر صار قريب مننا، مدينة جميلة. شوفوا علم البرتغال هناك. أنا الآن حرفيا في دولة كريستيانو رونالدو. الآن رايحين على الداون تاون عشان نشوف كيف نص البلد مقارنة بنص البلد في المجر. من الجميل في البرتغال يا شباب، البرتغال فيها بحر تمام، فيعني الأماكن خلابة. حصلت الآن قدامي كافي، يعني بصراحة يبيع كافي يبيع كرسون، يعني أتوقع إنه كافي بس ما أعرف إيش مكتوب عليه. هنا ما في لوح باللغة الإنجليزية، كله بالبرتغالي، ولكن الشوارع خلابة. مثلا شوفوا كيف مرايا تنزل على حواري، الأجواء شوفوا كيف الشارع مثلا، يعني أجواء ولا أروع. هنا الكافي، واحد يدخل الآن يشوف كذا شيء، يفطر على شيء خفيف، تبدأ يومك قهوة برتغالية، تصور أحلى فلوقات ومنكم أحلى لايكات. بسم الله. البرتغال دولة معروفة جدا أكيد بالكورة، وكريستيانو رونالدو كمان أيضا هو من إحدى الأسباب الذي رفع نسبة السياح في البرتغال. بما إن إحنا في نص عاصمة البرتغال، خلونا أقول لكم عن البرتغال شوية. البرتغال أكيد الكل يعرف البرتغال من ناحية الكورة ومن جوانب الكورة ومن الدول الذي احتلوها البرتغال مثل ماليزيا واندونيسيا ودول أخرى. خلونا أقول لكم معلومة عن البرتغال. البرتغال يقول لك إنها دولة جدا قديمة، وأيضا البرتغال أقدم من روما. روما الإيطالية يا يونس، روما الإيطالية والله يا يونس. هذه المباني اللي ورايا هذه كلها اللي تشوفوها تمام، شوفوا المباني هذه اللي كلها ورايا، هذه تحطمت في الماضي بسبب ايرثكويك. اجى اعصار من هنا على البحر ودمر كل شيء خلفي، واعادوا بنوه مره ثانيه. انها العظمه صراحه، المكان ترتاح فيه، ترتاح فيه. في فعاليات هنا، في واحد يمديه يشوف البحر، تشوف السفن. تشوف انا حق اي حد ما عجبتك لو تشيل لا تشليش معلش ايش مشاكل، الله يسعدكم تمام. عاد فهموا هذه ها. وبصراحه لكن الاماكن حلوه والاجواء رائعه، وايضا استمتع بالشمس هذه اللي ما شفتها من المانيا من اشهر. اي نقطه تحتسب للبرتغاليين بسبب الطقس. وهنا عندكم بحر البرتغال، تنحت على التراب. واو. الآن أنا في نص البرتغال. شوفوا هنا الداون تاون وهنا البحر. يعني بصراحة قد حد منكم شاف داون تاون على البحر؟ أنا ما شفتهاش والله. البرتغال الذي يميزها إنه هنا البحر وأنا الداون تاون. شوفوا كيف الإطلالة من البحر، شوفوا الجسر هناك كيف، يعني ما أعرف تركيا ولا أمريكا ولا وين. وأي دولة تشوف فيها الحمام تعرف إنه المكان آمن. الآن يا أخوان إحنا بندخل أهم الشوارع في البرتغال. هنا الداون تاون يعني جزء منه في أسواق، في أشياء يبيعوها. شوفوا كيف المكان كبير وحلو ورائع ومشمس. تعالوا نشوف مع بعض يلا. أشياء زي كذا بالشارع هذا بشكل عام، يعني في مطاعم تمام، وفي تعالوا ندخل نشوف. هذه محلاتهم، هذا منتخب البرتغال الرسمي تمام. شوفوا والله يحتاج لي واحد، والله يحتاج لي واحد. شوفوا كيف طلعت الحالية البلوزة هاي، والله ما اعرف اشتريها ولا لا. ايش رايكم؟ نوم النيم او نوم. بس وجود الشمس احسه يلعب دور كبير بالسعادة والراحة النفسية. وهنا الشارع فل. شوفوا هنا في شنط النصر السعودي.
شوفوا ورانا كيف المكان جميل، المباني العشوائيات تحسوا، وهنا ورانا ناس هنا يحموا الباركور يعني. شوفوا كيف تحس العشوائيات موجودة، شوفوا الألوان المباني، طلعوا رقاصين يعني. الآن احنا في شوارع لشبونة، شوفوا كيف الأماكن حلوة، شوفوا كيف الضوء، شوفوا الشمس، شوفوا فوق تحس إنكم في عشوائيات وحواري وأشكال حلوة، وكمان المباني اللي فوق تطل على البحر، يعني لو معك بيت فوق ولا أحلى.